The Arabs can unite anytime they like, being together. Only the Arabs are stopping the Arabs being together, blaming the British, blaming the Israelis. You speak one language with one God, but as long as you're ready to sit and blame other people, you will never be united, and as long as you are not united, you will be divided. They don't care if you're Sunni or Shia. They don't care about Islam. They don't care about religion. They just care about dividing you. قالوا يحكمنا ماسون، خلك من هذا التفاهه، مو ماسوني اللي قال نرسم للعرب حدود، ولا هم اللي قالوا ان نوقع على ورقه لاجل نضحي بارض القدس يوم نعطيها لليهود. احنا رضينا بحكم الباطل، هذا ما كان بسببهم، لعبوها لعبه صح واحنا ما خيبنا ظنهم. ما رادوا يفرقونا، كيفنا وتفرقنا، يعني هم فقط سعوا واما الخلل كان منا. احنا اللي شتمنا الصحابه، هم ما علمونا نشتم، احنا شتمنا ال البيت ومن بعدها نروح نلطم. طبعا مو قصد الجميع لكن قصدي الأغلبية، لو أذكر ألف شغلة ما تكفي بنص النية. هم رادوا مال وسلطة ولهم كل شي قمنا نوفر، هم غايتهم بترول لا ما كانت والله نكفر. نعم أن تكون أهدافهم التفرقة بالتحديد، وإحنا هم نقدر نتوحد بأي وقت لما نريد. أن نتوحد ما ردنا وهذا إنه كان زينهم، إحنا تفرقنا بأنفسنا لا ما كانت من نديهم. إحنا اللي مديناهم غاز وإحنا وقفنا ضد بعض، ما سلمنا الأرض بديهم، هسه نقول سلبوا أرضنا. إحنا اللي نضرب أطفالنا، هم ما علموا معلم، احنا اللي علمنا اطفالنا من الشارع ان تتعلم. لبينا الغلط عليهم يوم كان هذا غلطنا، لا تحاسبهم بالاول قبل ما نحاسب نفسنا. هم ما باعوا وطننا يوم الفلفل سبعناه، هم ما لزقوا رئيسنا يوم اللي احنا لزقناه. احنا الرمينا الزباله لا مو هم الميل الشارع، احنا اللي باوعنا البي سي هم ما جبرونا نباوع. احنا اللي ملكنا الغريزه وصرنا عباده للجنس، احنا اللي دخلنا المواقع لجل نباوع فيلم 6. احنا من ذلينا المرأة يوم اللي فيها قمنا نضرب، احنا اللي صنعنا رهاب من الفينا من تعصب. نعبنا نفسنا كل شي سبب كان البناؤون، احنا طلعنا انقص منهم، احنا كلنا كالماسون. هم يسعوا ان يخربوا واحنا قمنا نخرب اكثر، زدنا بالتخلف عادي وهم نزيده بعد نقدر. ويا الغلط كلنا منا رايد بتوسع تفكيرك، صحح شك وغلط عندك قبل ما تصحح لغيرك. لا تكون على التعصب، احكم بقلب ضميرك، بالثقافه نبني العقل وانت اللي تحدد مصيرك. اسعى نطور وطننا يقبل فينا بالحجار، وحده وحده بيها نبدي ونطور فينا الحوار. عامل كل شخص كإنسان، عامل الناس بسواء، نهتم الرأي اللي كان نعمل بنقد بناء. نترك الدين والتعصب، نحكم بضمير انسان، مسلم صبي او مسيحي ايد بيد نكون اخوان. اذا بقينا بهذا الحال ما تخيف فيكم ظنوني، انا اطلع اسرائيلي انهر يدعونا ماسوني. هم نقولوا اقليم البصره تخطيط ماسوني.